بص. آه مش عايز اطول عليك، يا رب تكون بخير يا صاحبي وتكون بصحة كويسة. انا عارف انك متضايق مني، عارف انك فاهم. يعني في كذا حد بعت لي انا طالع اتكلم اصلا بسبب الحركة ديت، والفيديو مش هيبقى طويل خالص، انا طالع بس اتكلم في حتة معينة. انا ليه بطلت انزل، او ليه الانتاجية قلت، او ليه الاستمرارية قلت على الشانل. الفكرة كلها هي مشاغل، فاهمني. وفي نفس الوقت برضك انا بحاول احضر حاجات كتير. يعني الفترة ديت اللي شغال عليه ان انا عمال احضر سكريبتات وحاجات لحلقات قدام، مش هيبقى ما يبقاش الموضوع متوقف على البودكاست زي ما انا بعمل دايما. وفي نفس الوقت انا مش عايز اطلع احرق في الفاضي، فاهمني. الفترة اللي فاتت كان في حاجات كتير تتقال، الفترة دي لا مش قوي، الفترة دي فيها شغل اكتر، فيها تجهيز اكتر لحاجات لفترة قدام. فلازم كل حاجة زي ما تقول كده تاخد وقتها، فاهمني. فبس. آه يعني ده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده، او اللي انا كنت عايز اقوله لك. تمام. ولما تعرف يعني، لما انا اغيب اعرف ان فاهم، في دي يعني في حاجات ايه هتبقى احسن قدام. فاهمني، اسف على صوت النوتيفيكيشن بس عشان الشغل، يعني فاهمني، انا عايز اقول لك انا ناطط كده من بين الشغل عشان اصور لك الفيديو دوت، فاهمني. فتمام يعني. فيا رب تكونوا بخير يا جماعه، ويا رب تكون يا رب تكونوا في احسن حال، يا رب تكون دنيتكم جميله. آم، تشتغلوا على نفسكم، فاهمني، عشان الدنيا الفتره الجايه محتاجه الواحد يكون عنده كذا سكيل اللي بيعرف يعملها. ما ينفعش يبقى عنده مهاره واحده هو اللي بيعرف يعملها، وحاجة واحدة هو اللي بيعرف يعملها في حياته. اشتغلوا على نفسكم ان انتوا تتعلموا كذا حاجة، لأن الفترة الجاية بجد هنحتاج ان احنا يبقى عندنا كذا مهارة في كذا حاجة، فحاول تشتغل على ده من دلوقتي. لاجل ان انت ايه حابة وتلاقي نفسك وصلت للشيء اللي انت عاوزه او الشيء اللي انت عايز تعمله. تمام. غيرت ستايلي تالت مرة في نفس الشهر. يلا، اشوفك على خير.